ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وكل سنه وانتم طيبين. طبعا احنا معانا جوزين كوارع. طبعا الواحد بيتعب في تنظيف الكوارع دي بالذات، وكانت مساله صعبه بالنسبه لنا، لكن انا جايلكم بطريقه سهله جدا ان شاء الله، مش هتاخد معاكم وقت. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. دول جوزين كوارع. انا كده نضفتهم وبشيطهم كمان على النار عشان خاطر الشعر اللي فيهم. انا كده موريكم في الاول الفيديو اهو ان هم نضاف زي القشطه، زي الفل. لكن هوريكم شكلهم قبل ما يتنضفوا. يعني دول كانوا عايزين يترموا بصراحه، يعني مش عارفه، مش عايزه اقول لكم ازاي كانوا شكلهم عامل ازاي. بس كمان انا وفرت 400 جنيه في تنظيفهم. اهم شكلهم اهم زي ما انتم شايفين، مليانين شعر وشكلهم يعني. لكن بعد ما نطفوا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اهم يا حبايبي زي ما انتم شايفين. ايه السر بقى في تنظيف الكوارع دي بسرعه كده؟ شايفين مش عايزه تطلع ازاي، صعبه. فالطريقه بتاعتها بقى طبعا، والحوافر دي لسه هتطلع ويبقى نضاف زي القشطه ان شاء الله. بس تتبعوا معايا الطريقه بتاعتي دي وان شاء الله هتشوفوا الكوارع يبقى شكلها عامل ازاي. دول شكلهم اول ما جم احنا بعد ما دبحنا يعني اهو. قالوا لا هنرميهم، قلت لهم لا 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 ان شاء الله هنضفهم. اهو شايفين منظرهم. جبنا ميه كده مغليه، حطينا فيها معلقه بيكربونات الصوديوم، ولفينا الكوارع كده زي ما انتم شايفين على كل ناحيه كده اهو. لفيناهم كده يعني في كل جنب شويه عشان خاطر يتسلخوا كلهم مع التنظيف، يبقى سهل تنظيفهم. انتي بس استني الميه لما تفور وتروحي حاطه الكوارع، تمسكيها من فوق كده من العضميه دي وتقلبي، وخلي بالك عشان الميه بتبقى بتغلي. شايفين بقى بتطلع ازاي بكل سهوله بالسكينه اهو. تعملي نفس كده بالسكينه، تجرجيها كده بالسكينه يبقى معاكي زي الفل. طبعا شفتهم هم عاملين ازاي في اول الفيديو، ودول كانوا منظرهم قبل ما يتعملوا. لكن زي ما انتم شايفين اهو سهل بيطلع معايا اهو بقى بالمنظر ده كده. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. والتنظيف سهل جدا يعني، ما ياخدش وقت ولا خد حاجه. كانوا ياخدهم اي حد ينظفهم. احنا سالنا قالوا ب 100 جنيه الواحده او ب 50 جنيه. انا وفرت بقى 400 جنيه في الاربعه. وبألف هنا وألف شفا كده على قلبكم. وعايزاكي تعملي لايك وشير وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتي مع ام يوسف. وفري ودبري وكل سنه وانتم طيبين. ودلوقتي يا حبايبي زي ما انتم شايفين اهي كده، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله.